السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو ده بيتصور في أول أيام العيد، فكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك، وربنا إن شاء الله يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. يلا بينا هنبتدي. زي ما قلنا إن احنا هنبتدي نشرح ازاي نرسم إضاءة على أي حاجة احنا بنشتغل عليها، سواء وش مثلا او بني ادم يعني، او تصميمات المانيبوليشن اللي انت بتعملها عامه يعني. فقبل ما نعمل كده لازم اشرح لك اداة معينة وهي الجريدينت ماب. فخلينا بس كده ننتقل للصورة اللي بعد كده ونشوف ايه الاداة اللي احنا هنبتدي نشرحها. طيب، عندنا طبعا زي ما احنا عارفين اداة اسمها الجريدينت ماب، هنلاقيها في قائمة افكت. تمام. تحت اهو، تاني واحدة من تحت الجريدينت ماب. لما بندوس عليها كده يعني اعتقد يعني اكيد كلكم عارفينها، بس هنستخدمها ازاي في ان احنا نرسم اضاءة صح؟ ده اللي احنا هنعرفه. واحنا طبعا مش هنستخدمها لوحدها، يعني هي الفكرة مش اللي احنا هنستخدم الأداة لوحدها، لأن زي ما أنا قلت في أول الفيديو إن هي هتبقى كذا تولز من ضمنهم الجريدينت ماب. فخلينا نشوف. أول حاجة طبعا لازم نشرح ايه هي الجريدينت ماب وازاي نقدر نستخدمها. طيب، الجريدينت ماب زي ما انت فتحتها كده هتلاقي هنا الجريدينت بتاعتك. طيب، الجريدينت ليه مش باينة؟ يعني هو باين هنا لون واحد، ليه مش باين الجزء التاني ده؟ تعالى اقول لك ليه. ده طبعا يعني شرح للناس اللي هي لسه متعرفش الأداة دي. فلو انت تعرف الأداة دي وحابب تسكيب، ف يعني هسيب لك الدقيقة اللي انت اللي هي ايه تسكيب لغاية عندها. فتعال نشوف. ده نفتح الصور اللي انا استخدمتها. طيب، الجريدينت ماب ببساطة هي بتلون لك الاوبجكت اللي انت بتعمله عليها من الغامق للفاتح. بمعنى خلينا نستخدمها كده ونشوف ايه اللي بيحصل لما بنستخدمها. زي ما انت شايف كده، لو جيت عند الاسود واخترت مثلا ازرق، فهتلاقيه يلون لك كل الغوامق باللون الازرق. طيب، جميل. طيب، لو جيت هنا زي ما انا وعند الابيض مثلا اخترت لون اخضر، فهتلاقيه يلون لك الاجزاء الفاتحه باللون الاخضر. زي ما انت شايف هنا تدرجات الالوان كلها بيلونها لك. طيب، لو جيت هنا في النص مثلا وعملت لون اصفر مثلا، خلينا نغمقه شويه. تمام. فهتلاقيه جايب لك في الدرجات اللي في النص الايه اللون الاصفر بتاعك. تمام. خلينا كده لو غمقنا دي مثلا هتلاقي راحت للون الاسود. فاذا هو بيرتب لك الالوان من الابيض الى الاسود على حسب الالوان اللي انت بتختارها. تمام. خلينا كده ندي مثال سريع جدا جدا جدا. عندنا هنا الجريدينت، الالوان دي، شايف الالوان دي؟ خلينا نشوف كده، نفتح كده نشوف متكونة من ايه. عندي هنا لون ازرق موف، وهنا لون اخضر غامق شوية، وهنا لون اخضر افتح شوية، وبعد كده بنفتح الاخضر بان احنا نبتدي نروح للاصفر. يعني انا لو واقف هنا على الاصفر فالفاتح بتاعه مش ان انا اروح كده، لا، الفاتح بتاعه ان انا ابتدي اتجه للاصفر. تمام. طبعا انت بتراعي هنا ان انت بتبتدي تشتغل الالوان من الغامق للفاتح. يعني ما تكونش جاي بتلون مثلا الحاجات الغامقة والاقيك مثلا مستخدم لي لون فاتح هتلاقي الالوان ضربت، لا، تبتدي تدخل في الالوان الغامقة. تمام. طول ما انت ماشي كده هتبتدي تفتح في الالوان بتاعتك. تمام. خلينا نفس الالوان دي هنستخدمها على التصميم ده تصميم سريع اعمله لك كده اكزامبل. هنفترض ان احنا مثلا بنشتغل لبراند. البراند ده هو اكاديمية مثلا للبرمجة. تمام. اللوجو هو اسمه كودينج وبتاع. فهم عايزين يوصلوا التصميم او الرسالة بتاعت التصميم ان هم فتحوا فرع مثلا في اسكندرية.
معلش طبعا انا اسكندراني فلازم يعني ايه اعمل شو بلدي بقى وبتاع. المهم فهنستخدم نفس الالوان دي ماشي في التصميم ده. البراند بتاعه مثلا بيتكون من اللون الموف واللون الاخضر. تمام. فعشان يعني اعمل التصميم ده ادخل فيه الالوان الاخضر والموف، فهبتدي استخدم اداة الجريدينت ماب. خلينا نشوف كده من نفس الجريدينت اللي احنا استخدمناها هنا هبتدي اضيفها على التصميم ده، وتعال نشوف النتيجة هنوصل بيها لغاية فين. زي ما انت شايف كده. تمام. خلينا نفتح اهو الجريدينت اهو. تمام. فالبراند اهو بيتكون من اللون الموف واللون الاخضر، فانا عملت لك التصميم مثلا باللون الموف واللون الاخضر. تمام. دخلت لك التصميمين مع بعض. فانت لو البراند مثلا شغال بالالوان دي، فانت ممكن تعمل التصميم بالطريقه دي. تمام. زي ما انت شايف هنا الاجزاء الغامقه اللي في التصميم جايه هنا باللون الموف الغامق او الازرق الغامق. طيب احنا ممكن لو جينا نغمقه خالص كده هنلاقي فيه كونتراست في الالوان. طبعا مش ده الالوان اللي احنا عايزينها. احنا عايزين حاجه فاتحه كده مثلا. تمام. مثلا تبقى بهتانه شويه كده، مش غامقه اوي. عندنا هنا تخيل بص السحاب ده مثلا لو جيت هنا وفتحته شويه مثلا، هتبتدي تلاحظ ان فيه كل ما تزود تدرجات الوان كل ما تفاصيل الصورة هتبتدي تظهر اكتر. تمام. ممكن تبتدي تحركهم كده لغاية ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. تمام. ممكن كده مثلا ممكن عشان ما نخليش دي فاتحة قوي، فاحنا ممكن نغمقها كده شوية او نديها لون. ممكن نطلع للاخضر شوية كده اهو. تمام. فزي ما وريتك بدل مثلا ما هتعمل الصورة يعني الأصل بتاعه، طبعا ما لقيتش صورة يعني كويسة قوي في ستانلي، ف يعني عملتها بلور وجريدينت ماب استخدمناها عشان نوصل للألوان اللي احنا عايزها. طيب احنا وقفنا لغاية هنا، هنبتدي نشوف الإكزامبل اللي بعد كده. طبعا قبل ما تيجي تلون على اي حاجة لازم تكون عارف التشريح بتاعها عامل ازاي. طيب في ناس طبعا هتسألني طب ايه التشريح بتاع الحاجة، طب اشرح الحاجة ازاي، طب ارسم عليها ازاي. زي ما قلت لك بتحاول تعرف التشريح بتاعها او الشكل بتاعها او الجسم بتاعها ماشي ازاي. فهتخشي على بنترست، مش بنترست، هسيب لك لينك ارت ستيشن. ده مصمم جرافيك او يعني شغال في الرسم وكده، فعامل لك لينك جميل جدا جدا في التشريح بتاع الوش يعني بطريقة جميلة جدا. فخلينا كده نشوف ايه الحاجات اللي هو عاملها. هو عامل لك هنا اكزامبل للأداة بتاعته. تمام. وسايب لك هنا فيديو الحقيقة عظيم جدا. يعني هو بيقول لك هنا ان انت بالماوس تقدر تعمل روتيت. تمام. الصورة بتاعتك ممكن تشغل الفيديو. سوري. تشغل الفيديو وهتلاقي الإضاءة بتلف زي ما انت عايز. طبعا انا مش معايا ماوس حاليا فمش عارف يعني استخدم الأداة صح. هنا لو بتستخدم السكرول فهتلاقي نفسك بتعمل زوم ان وزوم اوت. تمام. عندك هنا الروتيت سكندري لايت، يعني بيجيب لك إضاءة. خلينا كده اوريك. هتلاقي هنا في إضاءة تانية. يعني هي المفروض الصورة عاملة كده، في إضاءة تانية بتتحرك اهي. ماشي. يعني بدل ما تبقى الصورة غامقة أوي يعني تبقى التفاصيل باين أكتر لو انت الصورة بتاعتك برضو فيها نفس القصة يعني. ف هنا بتدوس شيفت وكليك يمين. تمام. عندك هنا ريست كاميرا، لو دوست تكتين كده فهو بيبتدي يعمل لك ريست يعني لو انت واقف كده مثلا ودوست تكتين كده فبيبتدي يرجعك للإعدادات الأصلية بتاعتك. تمام.
طبعا هنا الزوم ان والزوم اوت، وهنا لو كليك شمال فهتبتدي تحرك البتاع زي ما انت عايز. طيب كده احنا عرفنا ازاي هنشرح الصورة. طيب خلينا بقى نبتدي ندخل على الحاجات العملية. طيب انت لما بتيجي ترسم اضاءة على وش او اي حاجة او يعني اي تصميم عامة، فانت طبعا لازم تاخد ريفرنس دي بتتكون من ايه. فخلينا نفتح كده بس فايل جديد بأي مقاس مثلا ده. فخلينا نشوف، معلش انا بكتب بالجنب كده. الريفرنس بتاعنا، طبعا انا بستخدم جرافيك تابلت فعشان كده عارف اكتب يعني. اول حاجة عندنا في الريفرنس بيتقسم من كذا حاجة. انت مش بتخش تبص على تصميمات وخلاص. بتخش تجيب ريفرنس لكذا حاجة او ريفرنس لكل حاجة في التصميم بتاعك، منهم التكوين. ماشي، التكوين بتاعك عامل ازاي؟ بس لا، قبل التكوين في حاجة، الفكرة دي اللي هي التصميم بتاعك هيبقى عبارة عن ايه، او ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها. دي بسيطة اعتقد يعني مش محتاجة شرح. تمام، الفكرة بتاعتك بداية التصميم بتاعك عاملة ازاي. تاني حاجة عندنا التكوين او المنظور بتاعك. ماشي، يعني التصميم بتاعك تصميم اهو. فانت مثلا هتحط كنز مثلا كده، او مشروب بتاعك اللي انت هتعمل عليه التصميم. وهتحط بقى العناصر فين مثلا، وهكذا. هتشوف انت بقى هتعمل الحاجة بتاعتك ازاي. تمام، ده التكوين او المنظور بتاعك، اللي هو مثلا الكنزاية متصورة من انهي زاوية. تمام، مثلا كده، او ولا مثلا من فوق. فاهم، ده المنظور بتاعك. يعني هو طبعا الموضوع متوسع عن كده، بس يعني دي الفكرة يعني الفكرة بتاعتي. تالت حاجة عندنا وهي الألوان اللي هتستخدمها ايه. هل هتستخدم لونين عكس بعض مثلا؟ يعني مثلا في التصميم بتاعنا ده فأنا استخدمت لونين عكس بعض، اللي هما الموف والأخضر. ماشي، أو الموف والأخضر والأصفر، يعني في أصفر خفيف أهو. تمام، ولا يعني شوف انت الألوان بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه. تمام، رابع حاجة، هو بتهيألي مفيش رابع حاجة، بس الإضاءة بتاعتك عاملة ازاي. ماشي، الكنزة هي مثلا هتحط الشمس مثلا، أو الإضاءة بتاعتك الإضاءة الرئيسية بتاعتك فين. ماشي، مثلا إضاءة من هنا، الإضاءة الرئيسية بتاعتك. وعندنا حاجة اسمها ريم لايت، أو الريم لايت دي اللي هي بتبقى إضاءة جانبية. خلينا ندخل كده على البنترست عشان أفهمك ايه الريم لايت دي. طيب، ده خلينا نشوف كده تصميم تاني. يكون بيتكلم عن الريم لايت اكتر اهو. مثلا دي الاضاءه مثلا بتاعتك، مثلا جاي من هنا مثلا اضاءه خفيفه، وفي الريم لايت اللي هي اللون الاحمر، دي الاضاءه اللي هي بتبقى حاده قوي دي، بحيث ما يبقى بيكسر التصميم بتاعك. يعني بدل ما التصميم يبقى اخضر، فلا هو هيكسره بلون تاني كده في النص. تمام، مثلا اهو في اضاءه من هنا لونها اخضر، وعندنا الريم لايت من هنا. تمام، نفس الكلام هنا اهو، الإضاءة الرئيسية مثلا في الوش، وعندنا هنا ريم لايت لونها أصفر وريم لايت لونها أزرق. تمام، دي رابع حاجة أنت بتعملها في التصميم بتاعك. فلما تيجي تعمل ريفرنس أو تدخل على بنترست أو بيهانس، لازم تركز على الأربع مكونات دول. تمام،
يلا بينا ندخل على التطبيق العملي بتاع النهارده. طيب انا جبت الريفرنس دي وجبت التصميم اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا عشان نبقى عارفين حاجة مهمة قوي، وهي ان احنا قبل ما بنرسم الاضاءة بنرسم ال ال الايه الالوان الرئيسية بتاعت الحاجة. يعني مثلا لو انت في اوضة كل الالوان اللي فيها او الاضاءة مثلا باللون الاصفر مثلا، فطبيعي جدا الاضاءة اللي على الشخص هيبقى لونها الشادو اللي على الشخص هيبقى مثلا لونه اصفر. تمام. اللي بيكسر اللون ده اضاءة اضافية، او الاضاءة او الاضاءة بتاعتك اللي انت هتضيفها. تمام. يعني ايه؟ خلينا كده ندخل على الشخصية دي. خلينا نستخدم اللون الاحمر. اللون الازرق ده ماشي، ده المين كلر بتاعنا. يعني لو مفيش اللي هو الالوان الصفرة دي ماشي، فالشخص كله هيبقى لونه باللون الازرق بتاعنا ده. تمام. يبقى احنا اول حاجة بنعملها بنشوف الشادو بتاعنا هيبقى لونه عامل ازاي، اللي هو قبل الاضاءة خالص. تمام. ماشي. يبقى احنا الشخص ده تمام، اول حاجة هنركز عليها هو الشادو بتاعنا هيبقى لونه عامل ازاي. انا بفكر يعني اخلي الالوان هي الوان الناحية التانية، بس مش عارف هل الاضاءة هتساعدني ولا لا. فخلينا نشوف، بما ان الفيديو بتاع النهاردة معتمد ان الشخصية مش عليها الاضاءة جاهزة. يعني احنا هنعمل اضاءة من اول وجديد. تمام. فخلينا كده نغير الوان الخلفية بتاعتنا. ممكن مش عارف، يعني انا بفكر اسيب الالوان زي ما هي. خلينا نحط دي على الكلر مثلا ونختار. خلينا نختار لونين عكس بعض، يعني مثلا ممكن ازرق. لا مش عارف. مثلا اضاءة، او يعني جزء غامق خالص الخلفية، يعني قصدي غامقة. مثلا كده. ماشي. خليني كده معاكم، يعني في حاجة كده حبيت انا عايز اعملها، ممكن تفيدكم اكيد يعني. وهي ان احنا عايزين نعمل شادو للشخص ده عشان يبقى اكنه قريب من ان في حيطة، مش زي ده كده في البراح كده. لا يعني عايز اكن ايه، اكنه قريب من الحيطة جدا. فاحنا هنعمل كده، ممكن ننزله كده شوية، ممكن نسحب دي كده كده اهو. ماشي. بعدين هنعمل سيلكت وخلينا نختار آه اللون ده. بعد كده نغمق شوية حلوين كده مثلا. ماشي. بعدين هنعملها سمارت اوبجكت ونستخدم احسن اداة بحبها في الشادو وهي الايريس بلور. تمام. هنعمل كده الايريس بلور دي اي حاجة جوه الدايرة فهي مش بيتعملها بلور، اي حاجة بره الدايرة بيتعملها بلور. فاحنا هنبعد كده شوية. ماشي. ممكن لو دوست الت فانت بتتحكم في واحدة من دول، لو ما دوستش الت هتلاقي كله بيتحرك مع بعض. فلا انا يعني ممكن اعمل دي كده شوية. ممكن يعني عايز دي ما تبقاش بلور وفي نفس الوقت بلور، يعني حاجة في النص، ودي عايزها تبقى بلور قوي كده اهو.
ممكن ندخل، لا نطلع ده شوية. طيب كده هو، ممكن نلف دي شوية، يعني عايز الشعر اللي فوق ده ما يبقاش لور برضو قوي. مش عارف دي بتتحرك معايا ليه. ممكن كده، ممكن يعني كده مثلا. مثلا كده. معلش انا هاخد وقت شوية عشان نوصل لنتيجة تقدر انت تطلع بيها شغل، بدل ما اقولك خد وقتك والكلام ده. لا انا عايز عايزك تبقى شغال معايا كده. ماشي. وبعدين خلينا نمسح الاطراف شوية، يعني ممكن نعمل كده هو، وكده هو. ماشي. ونقلل الاوبستي شوية، شوية صغيرين. ممكن نمسح برضه من هنا شوية. والله احنا المفروض نشده اكتر. اعمل كده مثلا. ماشي. نيجي عند البلور تاني ونعمل اللي فوق ده بلور شوية برضه، ونبتدي نمسح. ممكن نعمل كده. طيب هو انا ليه قررت ارسم الشادو؟ لان ده هيساعدني اعرف اتجاه النور بتاعي فين. تمام، دي برضو حاجة مهمة حاول تعملها. طيب عشان نخلي الشادو اكثر واقعيا، فهنبتدي نغمق الحاجات الايه القريبة من الشخص نفسه. فهنيجي هنا ونغمق. ممكن نعلي ده شوية هو، ونرسم كده. ممكن نمسح شوية اهو، نشوف قبل بعد. طيب خفف شوية مثلا. تمام زي الفل. اعتقد ممكن يعني ممكن نمسح دي شوية بحيث يبقى الشادو مدموج مع الخلفية. او يعني مش عارف، ممكن نبينها شوية بحيث يبقى ليها شكل مثلا. يعني اعتقد كده كده كويس. كويس شوية طبعا، ممكن ناخد وقت اكتر من كده، بس كده كويس. تمام. نيجي عند الشخصية. هنبتدي نزود. احنا عايزين ناخد دي ريفرنس، فاحنا عايزين نزود شوية ال اسمه ايه الكونتراست بتاع الصورة. تمام. فاحنا ممكن نغمق دي. احنا نروح كده شوية. ممكن نغمق الشخصية شوية. ممكن نعمل حاجة ظريفة. احنا عايزين نفس الألوان، فاحنا ممكن عند البلو مثلا كده. ممكن نزرق شوية كده هون. وعايزين لون سيان. سيان اهو.
مثلا. والخلفية نرجع زي ما احنا قلنا، عايزين نغير الخلفية colorize. ممكن ناخد لون أزرق غامق كده اهو، فهتلاقي إن الصورة ابتدت تندمج مع الخلفية شوية. طيب بما إننا هنتكلم عن الجريدينت ماب فخلينا نستخدمها. في العادي مش مستخدمها دلوقتي، بس خلينا نجرب ونستخدمها. أكتر حاجة بكرهها في الفيديوهات دي اللي أنا بعملها، وهي إن أنا مش بكون مجهز. فممكن يعني بكون مجهز المحتوى هيتكلم عن ايه، ولكن مش بكون مجهز هل انا مثلا هعمل الحاجة دلوقتي صح ولا لا. فلو غلطت هتلاقيني بغلط معاك، فدي مش مشكلة. لان انت اهم حاجة انت محتاج تعرفها او محتاج تشوفها عشان تبقى كويس في مجال معين، ان انت تشوف الناس بتغلط ازاي عشان ما تحسش ان انت لوحدك يعني في المجال. ف يلا خلينا نكمل. طيب عندنا هنا في الجريدينت ماب تقدر تعمل بيك للالوان اللون اللي انت عايزه. فلو جينا نعمل بيك من هنا هنلاقيه راح للابيض. طب ليه راح للابيض؟ بسبب ان احنا واقفين على الماسك. الماسك طبعا زي ما انت عارف بيستخدم الابيض والاسود، او بيشتغل بالابيض والاسود. فعشان تعرف تاخد بيك لازم تدوس على دي لحد ما تلاقي المربع هنا. بعدين هنرجع هنا ونستخدم الالوان بتاعتنا براحتنا. فهناخد من هنا اللون الغامق ومن هنا اللون الفاتح مثلا. طبعا زي ما انت شايف الدنيا بايظة ليه. عايزين نضيف زي ما قلنا، لو عايزين الصورة تبقى احلى ف او فيها تفاصيل اكتر، فاحنا بنبتدي نضيف الوان اكتر. فاحنا هنبتدي نستخدم الوان اكتر كده. ممكن هنا ناخد لون فاتح شوية كده كده. ممكن نستغنى عن ده شوية كده، و يعني مش هنستغنى عنه، بس احنا ممكن نغمق سنة صغيرة كده اهو. طب نشوف من غير، يعني كده نوعا ما بول ممكن. طبعا هنا اللون مزرق شوية، فاحنا ممكن ناخد لون مزرق شوية. طبعا انت كواحد بتاع فوتوشوب مش بتطلع حاجة مظبوطة زي ما هي بالظبط، لان طبعا دي متصورة وبيبقى فيها اضاءات والحاجة بتطلع مظبوطة بالظبط. فانت لو هتعمل كده فانت هتستخدم 3D. ولكن احنا في الفوتوشوب اللي احنا بنعمله هي ان احنا بنحاول نعمل حاجة مريحة للعين وفي نفس الوقت بتوصل نفس الحاجة بتاعتنا. فخلينا نكمل ونشوف آه، ايه احسن نتيجة نقدر نوصل لها. ماشي. خلينا هنا ممكن نختار كلر مثلا، وبعدين هنقلل الاوباسيتي شوية. تمام، بحيث يبقى هو بس واخد الايه، واخد اللون شوية يعني. ممكن نقلل الفل، مش عارف، خلينا نجرب كده. ليه لأ، هي الكلر. انا بفكر اسيبه كده، بس مش لا مش موضوع. بعد كده ممكن نشيل التيشيرت.
ممكن عشان يعني عشان ما تبقاش غلسة، فاحنا ممكن يعني نخففه من التيشيرت، بس يعني ما نشيلوش كله، بس نخففه. فهنيجي هنا ونقلل تستني شوية، وممكن نعلي الكونتراست. لا بالعكس، عايز اعلي الكونتراست في التيشيرت. تمام. آه كده احنا وصلنا للون الرئيسي بتاعنا. تمام. دلوقتي هنعمل الإضاءة التانية بتاعتنا، الإضاءة اللي هي بتاعت حلقة النهاردة، أو اللي احنا هنستخدمه النهاردة. بس في حاجة الأول عايز أعدلها، وهي ده اللون بتاعنا. ماشي. عايزينها بدل ما هي تبقى سودة تبقى بلون الخلفية دي. بس ايه المشكلة؟ في مشكلة كده. اه ممكن هنا نزود الشادو شوية كده. ماشي. والاسود عايزين نخففه شوية، الاسود اللي على الشخصية. فين؟ هي تقريبا اللايرز ضاعت مني، مش عارف ازاي. فانا هضطر ان انا الونها مؤقتا. المهم ان انا عايز الشادو يبقى، ايوه، يبقى واخد نفس لون الخلفية كده. ماشي، عشان يبقى مدموج مع الخلفية اكتر. فاحنا ممكن نمسح هنا كده شوية، يعني ناخد من نفس لون الخلفية ونمسح كده. مش نمسح يعني، هنلون كده. ماشي. ليه قلنا؟ عشان يبقى ماشي مع الخلفية، صح. ممكن نمشي يعني مع الحاجات اللي موجودة أصلا. ممكن نخفف دي كده هو مثلا. ماشي. خلينا كده نشوف قبل وبعد. قبل بعد قبل بعد كده مدموج مع الايه، مع الخلفية أكتر. ماشي. طيب يلا خلينا بقى، عشان نكسر اللون زي ما قلنا، عشان نكسر التصميم زي ما قلنا، فهنبتدي نستخدم الأداة اللي احنا قلنا عليها. طيب أول حاجة عايزين ناخد من الشكل سيلكت. ماشي. وهنفتح لاير جديدة. تمام كده هون، وهنحطها في الجروب ده هنعمل عليه الماسك بتاعنا. تمام. عندي هنا لاير فاضية، هعملها سوليد كولر بالاسود. ركز معايا، عشان هو متكون من 3 حاجات. يبقى عندي سوليد كولر باللون الاسود، بعدين هعمله سكرين.
تمام. هفتح لاير فاضية، ماشي، ولاير تانية فيها الجريدينت ماب بتاعتنا. تمام. لا هنشيل دي. تمام. خلينا بقى هنا هنستخدم الالوان اللي احنا عايزينها، اللي هي خلينا نمشي كده بتدرج جميل. مثلا ده، والناحية التانية حاجة رايحة للون الأبيض مثلا. تمام. وهنا هنستخدم حاجة كده، ممكن دي تبقى محمرة شوية فوق، ماشي كده اهو. طبعا لازم وانت بتلون حاجة زي دي ان لازم يبقى هنا في لون اسود. تمام. وهقول لك ليه دلوقتي. فخلينا نستخدمها من غير لون اسود ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب احنا عايزين ناخد يعني حاجة قريبة من اللون ده شوية، يعني بس اللون ده مناسب اكتر مع الخلفية اللي احنا عملناها، بس خلينا ناخد نفس اللون شوية يعني. مش عارف هناخده ازاي، حاجة كده مثلا. ممكن بدل ما تبقى بيضة تبقى صفرا. تبقى صفرا كده. ممكن دي تحمر شوية تبقى كده مثلا. أنا مش عارف اللون ده، نحاول ناخده كده، نحاول ناخده بالبك. هو اللون ده. مم. هو بعيد شوية عن اللي احنا عايزينه. ما علينا، خلينا هنا بنفس الحاجة. وهنا عايزين حاجة حمرا شوية. مثلا كده اهو. ممكن نخلي دي أبيض. ماشي. بعد كده هنعمل الجروب كله سكرين. طيب زي ما انت شايف كده في لون غريب كده. اللون ده جاي منين؟ جاي بسبب ان احنا مش عاملين هنا لون اسود. لو جينا عملنا هنا لون اسود هتلاقي الالوان كلها رجعت طبيعية زي ما هي. ماشي. أهو. تمام. نشيل الاسود، هتلاقي الوان غير مقبولة. ده اللي احنا عايزينه بالظبط. ماشي. طيب ايه كل اللي احنا عملناه ده بقى؟ طيب خليني اشرح لكم عامة لما بنيجي بنلون إضاءة زي دي بنعملها ازاي. في الغالب بنجيب سوليد كلر كده اهو، نختار الإضاءة اللي احنا عايزين نعملها، وبعد كده بنروح على اللينير دوج. خلينا نختار حاجة كده مثلا غامقة شوية أو فاتحة شوية كده اهو. ومثلا بنيجي هنا نعمل كده. صح، يعني في الغالب ده اللي انتوا بتعملوه أو اللي احنا كنا بنعمله يعني. كده مثلا. صح، بعد كده بنعكس وبنبتدي نلون.
بالطريقة دي، صح كده. وبعد ما بنلون بالطريقة دي المفروض ان احنا بنجيب من نفس الإضاءة حاجة فاتحة شوية كده، عشان نركز على الحاجات اللي فيها لسعات إضاءة، زي مثلا العظمة اللي هنا. تمام، يعني الحاجات اللي فيها لحم كتير بتمتص الإضاءة أكتر. طب الحاجات اللي فيها اللي هي العظم مثلا قريب من الجلد على طول، فبيبقى فيه لسعات إضاءة زي ما انت شايف هنا كده. تمام، في لسعة هنا اهو، في لسعة هنا، في، بص، شايف اللسعات بتبقى فين؟ شايف اللسعات بتبقى فين؟ هنا اهو عظمة اهو، هكذا هكذا. هنا في الإضاءة خفيفة وهكذا. طيب ماشي، فهتلاقي هنا الإضاءة كلها واخدة لون واحد. طب هل هنا الإضاءة واخدة لون واحد؟ الإجابة هي لأ خالص. هتلاقي هنا مثلا لون أحمر، هنا لون أصفر، يعني قصدي فاتحة أوي يعني. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. هنا محمر شوية، هنا محمر أوي. فده بيرجع لإيه؟ ده بيرجع الصورة الأساسية، الإضاءة بتاعتها عاملة إزاي، أو الإضاءة الأساسية بتاعتك عاملة إزاي، اللي هو اللون الأزرق ده. يعني مثلا أجزاء هنا غامقة، فالإضاءة لما بتيجي عليها بتبقى محمرة شوية، أو محمرة شوية بسبب إن الإضاءة بعيدة عن هنا. يعني هتلاقي الحاجات اللي هنا صفرة عشان قريبة من الإضاءة، والحاجات اللي هنا عشان بعيدة فبتبقى محمرة شوية، أو واخدة لون خفيف منها شوية. تمام، ف اللي بيعالج كل ده هو الجريدينت ماب. تمام، فزي ما احنا عاملين كده، شايف عاملين هنا لون احمر في الحتة اللي هتبقى الحتة الغامقة دي، لما نيجي نلون عليها هتدينا لون احمر. الحاجات الفاتحة دي هتدينا لون اصفر. تمام، طيب ده بيرجع لايه؟ بص كده، لو احنا واقفين على الابيض هنا، على اللير الفاضية اللي في النص، وجينا نرسم خط كده، هي مش بتلون بسبب ان انا واقف على بسبب ان انا عامل الاضاءة على الشخص بس. فهنشيل كده، ماشي، لا نمسح كل اللي احنا عملناه ده. ماشي، هنقف هنا واحنا واقفين على الابيض، هتلاقي هنا الاضاءة لونها ابيض عادي. طيب لو جينا نغمق كده شوية، لا خدت لون تاني. ليه؟ الابيض ابتدى يخف. زي ما احنا عارفين ان هنا الحاجة كل ما تبقى غامقة، كل ما تبتدي تاخد من الالوان اللي جوه، كل ما تبقى فاتحة تبتدي تاخد من الالوان اللي بره. صح كده؟ مش ده اللي احنا قلناه في اول الفيديو؟ طيب هنبتدي نغمق، هنلاقيها ابتدت تحمر شوية. هنا احمرت خالص. طيب لو رحنا للأسود هنلاقيها بتمسح. عشان كده استخدمنا هنا اللون الأسود. تمام، طيب هنمسح بقى كده كل الكلام ده، ونبتدي خلينا ناخد ماسك هنا، ونبتدي اللون. هنبتدي أول حاجة نخفف الفرشة، ونبتدي نستخدم اللون الأبيض. ليه بقى؟ عشان لما اجي هنقلل الفلو شوية، عشان لما اجي ارسم عادي خالص تبقى واخدة ايه؟ لون ابيض خفيف، فتبتدي تديله لون احمر. طب لو مشيت عليها كمان 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 كمان، هتبتدي تفتح. ليه؟ لان انا ببتدي اعيد على اللون الابيض بتاعي اللي انا برسم عليه، لغاية ما توصل للون الابيض بتاعي اللي انا عامله هنا. تمام، فلو جينا مثلا جيت هنا قمت جاي عامل لون ازرق، فهتلاقي ابتدت تاخد لون ازرق.
تمام. لو جيت عند الابيض ده وقلت لا مش عايزه ابيض قوي، عايزه اصفر، فهتلاقيه ابتدى ياخد باللون الاصفر. طيب ده اللي انا بقى عايز اعمله، عايز اخد لون، مش عايز اصفر، انا عايز لون كده اهو، جميل قوي. تمام. يلا بينا نشوف هنرسم الاضاءة ازاي. زي ما قلنا هنبتدي نشوف الاضاءة بتاعتنا من هنا، صح كده؟ نشوف الاضاءة اللي احنا عايزينها تبقى عاملة منين، وهنشغل كده الفيديو ونشوف الاضاءة بتاعتنا هتقف فين او عايزينها تبقى فين كده هون، ونبتدي نشتغل. ادي واقفة اهي على الراس اهي، بتاخد انت الشيب ده، يعني بترسم الحاجات الحادة دي. ماشي. واهو بص من تحت العين نفس الكلام، من المناخير نفس الكلام، بس بما ان عندنا ريفرنس واخد نفس الشكل، فاحنا هنبتدي ناخد من الريفرنس على الشكل بتاعنا اللي هنا. تمام. اول حاجة حابب اعملها وهي ان انا اخد ال- اللون الاساسي بتاعي، اللي هو مثلا آه لا خلينا نلون على طول، مش هتزعلنا في حاجة. طيب ابتدي هنا، خلينا نخفف دي خالص عشان انا عايز ابتدي باللون الاحمر. ماشي. لو الاضاءة جاية من هنا اهو، يعني احنا ممكن نضيف اضاءة بحيث تبقى الامور واضحة اكتر. مثلا ناخد الاضاءة دي كده اهو مثلا. يعني ممكن نكبرها كده شوية، نسحبها كده. احنا ممكن نجيبها من تحت كده. ماشي. طبعا الإضاءة المفروض كل ما تبقى بعيدة كل ما تبقى حمرا أكتر. احنا ممكن نجيب كده، نخلي دي مرة كده، ونيجي عند دي نخليها مصفرة شوية ونصغرها كده. ماشي. بحيث نراعي تدرج الألوان ده. ماشي. ممكن نفس الكلام الناحية التانية. أنا هعمل إضاءة من هنا وهعمل إضاءة من هنا، والإضاءة القريبة هيبقى لونها أصفر كده. أنا بفكر أشيل دي خالص، يعني تبقى خفيفة شوية. ماشي. نبتدي بقى نرسم. خففنا دي خالص، هنبتدي نرسم. أنا حابب أبتدي من تحت، يعني أسخن بيها شوية كده، فهنبتدي هنا نلون أحمر أهو كده أهو. ممكن دي تاخد من اللون شوية، وبص هنا كده في إضاءة خفيفة كده، فممكن نعملها كده. ماشي. ممكن الودان اهي من تحت، والحواف دي
كده اهو. ممكن طبعا اللي بيبقى شاطر في الإضاءة دي بيبقى اللي هو اللي اشتغل كتير أو عارف يعني ايه، آه، أو اللي بيشتغل كتير أو اللي بيعرف يستخدم ايده أحسن يعني، هو ده اللي بيبقى شاطر فيها. تمام. طيب عشان نراعي تدرج الألوان، فدي حمرا، يعني دي الإضاءة دي حمرا، بس في هنا لسعة إضاءة المفروض تبقى أفتح أكتر. فزي ما احنا عاملين في الجريدينت ماب، فكل ما اتك عليه، كل ما اعيد عليها، كل ما هتبتدي تديني لون أفتح شوية. تمام. أنا لو مشيت كده هتلاقيها ايه، ابتدت تديني لون زيادة، الألوان اللي أنا محددها يعني. ممكن نعمل كده ونمشي. ماشي. ممكن عشان دي قريبة فاحنا ممكن نتك عليها عشان تديني لون أفتح. ممكن هنا نفس الكلام، حاجة كده. ممكن نمشي بعديه شوية، يعني بحيث اللي هو ايه قد ايه يبقى فيه تفاصيل أكتر. ماشي. نفس الكلام في الدقن من تحت. أنا أول حاجة أنا بركز على الحاجات اللي على الحواف، وبعد كده واحدة واحدة هبتدي ايه أدخل في الصورة من جوه. تمام. يبقى أنا بشتغل على الصورة من بره، وكل ما أقرب، كل ما أخلص قصدي تفاصيل أكتر، كل ما ابتدي أدخل لجوه أكتر. تمام. ممكن شفة كده، الشفة دي من تحت كده. ماشي كده اهو. طبعا هي دي مش في الصورة، بس بسبب ان انا بصيت هنا فانا عارف الاضاءة بتاعتي جاية منين. فعندي هنا اضاءة في المناخير، فانا ممكن الون في المناخير كده شوية. كده اهو. ممكن هنا شوية. ماشي. يبقى هنا الاضاءات الحمراء بتاعتي كده، يعني تبقى الاضاءة. ابتدي ادخل بقى لجوه واحدة واحدة. ماشي. هبتدي بقى ارسم دي. طبعا انا مش شاطر فيها قوي، بس بما ان احنا معانا البيزكس فاحنا هنبتدي نشتغل على اساسها. عندي بص الرسمة دي، بص ماشية ازاي، عشان دي مهمة جدا. بص ماشية كده، عايز اللون يبقى باين اهو. بص ماشية ازاي، ركز على دي لان دي بتبقى ماشية مع العظم، فاحنا عايزين زي ما قلنا نمشي على العظم بتاع الشخص. خفيف خالص. طبعا انا عايز اقولك حاجة، ان اشطر واحد يشتغل في الاضاءة بيبقى بطيء جدا، فانت كل ما تبقى هادي وكل ما تبقى بطيء كل ما تطلع نتائج احسن. مع الوقت سرعتك بتزيد، ولكن كل ما تبقى هادي وانت بتشتغل في الحاجة كل ما تبقى احسن. طيب تاني حاجة متعلمة في الرسم، ان انت بترسم الصورة من بعيد، يعني انت بتبعد كده خالص، تبعد الكانفاس وتبتدي ترسم الصورة. هتلاقي الشكل بتاعك ابتدى يبان. بعد كده بتبتدي تقرب، كل ما تبتدي تقرب كل ما في تفاصيل في الصورة هتبان اكتر، كل ما هتبتدي تلاقي نفسك عايز مثلا لا الحتة دي هزود فيها تفاصيل، الحتة دي هسيبها، الحاجات دي. تمام. يبقى انت بتشتغل على الصورة اول حاجة من بعيد، وبعد كده بتبتدي تقرب. تمام.
هتلاقي في تفاصيل ابتدت تبان انت ما كنتش حاططها في دماغك اصلا. ماشي، ممكن نعمل كده، وممكن الودان من جوه نخليها محمرة كده. ماشي، خلينا بقى نحاول نرسم الإضاءة زي ما احنا شايفينها كده. نرسم إضاءة كده كده هو. ممكن الإضاءة دي تدخل كده على العين مثلا كده هو. بعدين تبقى، بص العظمة دي عايزين نعملها هتبقى كده هو. عايزين نشيله من الشعر دلوقتي. مش هنشتغل على الشعر دلوقتي، خلينا نشتغل على كل خامة لوحدها. ماشي، ممكن ندخل هنا كده كده هو. كده ندخل على المناخير واحدة واحدة. طبعا انت لما تيجي تلون بالاسود فاكنك بتمسح، لما تيجي تلون بالابيض زي ما قلنا ومخفف الاوبستي فبتبتدي تشتغل على الالوان الخفيفة بتاعتك دي. تمام، نعمل كده. انا مش عايز اقرب دلوقتي. ممكن تبقى كده. ممكن نخلي الشادو ده بدل ما هو اسود يبقى محمر شوية. ماشي، ايه تاني؟ ممكن العين تبقى واخدة لسعة اضاءة كده خفيفة كده. ماشي، هل الجزء التاني عايز محتاج اضاءة؟ ممكن والله نعمل واحدة كده كده مثلا. شايف انا بشتغل بالراحة ازاي؟ يعني مش عايز اسرع لك الفيديو، لو سرعت لك الفيديو هتسيح مني. فانا عايز اشتغل بالراحة، وانت عايز تسرع الفيديو سرعه براحتك. It's your choice والله. بص دي عايزين نعملها هنا برضو نفس الكلام كده اهو. بعدين ابتدى نخش على جوه. طيب، شايف دي كلها محمرة محمرة، بس في الزاوية هنا في حتة كده فاتحة شوية. فاحنا هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنبتدي نرسم عليها اكتر بس كده اهو. فزي ما قلت الأداة دي بتنفعك في تدرج الألوان. ماشي، لكن أي أداة تانية ممكن توصلك بنفس النتيجة بس على مراحل. بس دي الحلو فيها إن هي بتديك تدرج الألوان الصح، أو اللي انت هتختاره. فزي ما انت شايف كده هتلاقيني كل ما برسم كل ما بضيف تفاصيل أكتر. ممكن الحواف دي نخليها ملسوعة أكتر. بس طبعا عشان تبقى عارف مفيش حاجة اسمها يعني أنا مش بدي الألوان، مش بدي الصورة أصفر على طول. يعني مش بدخل على الفاتح على طول، لأ. يعني مثلا أنا عايز أعمل الجزء ده، فأنا هخليه أحمره كده الأول بالراحة. تمام، وبعد كده أشوف الحتت اللي فيها لسعات إضاءة وابتدي أشتغل عليها لوحدها، إيه، واحدة واحدة كده. ماشي، ده لما تيجي تستخدم أداة تانية هتلاقي نفسك بتعمل مثلا زي ما قلنا لير مثلا لون أحمر، بعد كده تبتدي تلون. بعد كده هتلاقي في حاجات عايزة أفتح فبتعمل لير تانية، لينير دوج برضو بتشتغل عليها. تمام، وهكذا. فدي يعني بتلخص عليك المسافة ان انت كل ما تمشي على حاجة كل ما تديك لون افتح اكتر. تمام، اهو. انا بس عايز اشيل، مش عايز يبقى فيه حتة
عليها إضاءة وهي مش محتاجة إضاءة. كده ممكن أعتقد أخفف هنا شوية. وأحلى حاجة أنت لما بتيجي تمسح، يعني مثلا خليني كده ألون كده هنا، فضلت ألون لغاية ما وصلت للأبيض أهو. لما تيجي تمسح بقى كل ما تخفف هتلاقيها ابتدت تروح للأحمر أهو. تمام. فبتحسن لك الإضاءة بتاعتك، يعني لو حتة مرسوعة وجيت تمسح فهي هتبتدي تخففها لك، مش هتمسحها لك. ماشي. فدي حاجة برضو من ضمن المميزات بتاعت الأداة دي. فممكن هنا نبتدي نخفف شوية. الله، شايف بقى في تدرج ازاي، بقت الألوان صريحة ازاي وجميلة. ممكن نبتدي بقى نقرب كده شوية عشان نشتغل على التفاصيل الصغيرة، اللي هي مثلا الودان اهي، من هنا الودان، من هنا برضه الودان اهي. أنا عايز الجزء ده ما يبقاش أزرق، عايزه يبقى محمر، فأعمل عليه بالراحة أهو. نمسح كده كل ده، نشتغل عليه بالراحة أهو. نديها الأول، قلنا أول حاجة اللون الأحمر، وبعد كده الحتت اللي عايزة لسعة إضاءة على الساعة براحتها. تمام. بص الإضاءة جميلة هنا ازاي، هنا في لون أصفر، لون فاتح، وهنا عشان بعيدة فلون أحمر. ف that's how you do it. كده هو ممكن هنا كده اهو. أنا عايزها تبقى هنا مرسوعة أكتر. طيب هنا أنا ماشي على ده، أنا غلط لأن أنا كنت ماشي من بعيد، ف ده بروبلم. اشتغل كده بالراحة. شايف محمرة ازاي؟ ده كده يعني ده الفن. تحس ان انت بترسم لوحة بقى فعلا بقى، مش اي كلام. تحس ان انت بتعمل حاجة شبه الصور اللي بتطلع لك بالذكاء الاصطناعي والحاجات دي، اللي هي الشغل المحترفين بقى والكلام ده. ماشي يا سيدي، ماشي يا سيدي. يلا ندخل على الشعر. يلا ندخل على الشعر، او نعمل الجنب التاني. خلينا نعمل الجنب التاني الاول. طبعا الجنب التاني هيكون اصعب لان هنا فيه الشادو، فانا مش عايز يبقى فيه اضاءة كتير، يعني حاجات خفيفة خالص. يعني مثلا حاجات واحدة من هنا، واحدة كده، واحدة كده. زي ما احنا قلنا احنا بنمشي على العظم. يعني الناس اللي بتبقى اشطر في الحاجات دي هتلاقيهم متعلمين تشريح مثلا. الناس اللي بتشتغل اناتومي والكلام ده، تشريح الجسم والكلام ده، هتلاقيه بيعرف يرسم احسن منك. فممكن يعني انا في الحاجات دي لما بعوز احسن نفسي بروح اشوف الاناتومي شوية، اجرب ابص على تشريح الجسم، اجرب ارسم شوية. الحاجات دي بتعلي مستوايا في اي حاجة انا بشتغل عليها. تمام. ممكن نعمل هنا، ممكن برضو كده اهو. طبعا انا مفيش حاجة، بس انا يعني قدرت اتخيل. ممكن كده اهو مثلا. ممكن نعمل حاجة هنا خفيفة كده. ماشي. ممكن كده اهو.
شوف بص يعني بص الكيرف اللي انا عملته ده ما مشيتش كده، لا خدت كيرف، عملت كيرف كده. تمام، دي حاجة مهمة برضه لازم تتعلمها صح. والله انا كنت خايف ما اعرفش اعملها بالنتيجة دي وابوظ الفيديو، بس الحمد لله ربنا رحيم. طبعا في عظمة هنا مش باينة هنا، بس هو في عظمة هنا. ف يعني فالإضاءة جاية هنا، ضربة هنا. أنا بص أنا حسيت إن أنا إيه بلخبط في الكلام، خليني أرسمها لك. ادي دايرة اهو، لما اي حد بيجي يرسم بيرسم دايرة هنا. تمام، يعني دي من ضمن تشريحات الوش يعني. بيبقى في دايرة هنا تقريبا يعني دايرة هنا ودايرة هنا، العظمتين يعني اللي هنا. فالعظمة اهي، في الجزء ده بيبقى فيه لسعة إضاءة، وده هنا الشادو طبعا مفيش فيه إضاءة، فمش هرسم عليه إضاءة. فده اللي أنا بعمله، اللي هو مشيت على إيه الجزء اللي فيه لسعة إضاءة زي ما قلت كده أهو. ماشي. والله أنا ممكن أكتفي لغاية هنا بسمع الوش، بس انا حسيت ان انا عايز اعمل لكم الفيديو ده جامد يعني. لا يعني هي صح، بس تبقى حمرا كده. ايوه، بس جميل اوي. ايه كمان؟ الشعر بقى صعب. شعر صعب، محتاج فرشة يبقى فيه الكلام ده اوريدي يعني. بس زي ما احنا عارفين هنبتدي نحمر الاول كده. انا مش همشي على الشعر بالظبط، بس انا طالما عندي الفكرة يبقى هعرف اعمل اي حاجة. اول حاجة هحمر الشعر من ناحية، والناحية التانية هعمل حساب إن في حاجة اسمها شادو. ممكن كده كده. احنا برضه مش عايزين نطلع فوق قوي، لأن فوق هنعتبر إن في شادو عشان ما يغلسش علينا. ماشي. كده هو لو حد زهق أنا لسه مخلصتش في حاجة تانية هنعملها، فعايز تسكيب براحتك. زي ما قلت ايه it's your choice. بعدين كده انا خلصت الاحمر شوية. ممكن اديها بلو افكت عن طريق ان انا اوسع الفرشة كده وابتدي اخبط. بعدين عايز بقى اوصل للاصفر بسرعة. لو فضلت ارسم كده على كل حاجة واحدة واحدة هتتحرق مني. فانا ممكن هعمل ايه، اعلي الاوباسيتي عشان تبتدي تبيض، تبقى الفرشة بيضة اكتر. ماشي، زي ما انت شايف كده. ابتدي ادي مساحات الاضاءة نقط كده، مش بمشي عليها كلها لان هو الشعر اكيد مش كله ملسوع يعني. اهو. بعدين انا اللي بختار الشعر متلون فين. يعني
يعني براحتي. المهم ان الصورة تبقى ايه زي ما قلنا، الصورة يبقى شكلها حلو. دي الإضاءة دي بيسموها ريم لايت. طيب هبتدي أخفف ده كده خالص عشان عايز لون أحمر، فهبتدي أعمل كده. ماشي، ممكن والله أعمل كده، مش على الحاجات دي كده على خفيف بحيث تبقى منورة شوية. ممكن دي تبقى عايزة كده شوية شغل كده. ماشي كده. ماشي، ممكن بقى تعالى بقى نختار ألوان تانية. هعمل دي دوبليكيت وامسح كل الكلام ده، وهرجع دي اخليها، دي اخليها كده عشان اعرف اختار الالوان اللي انا هشتغل عليها. انا عايز اضاءة لونها عكس الاصفر، ازرق. انا عايز يبقى فيه لون معاكس كده، يبقى ايه، يلون لنا الصورة شوية. اهو ناخد لون فاتح كده، لون فاتح، ومن هنا لون ابيض. بس عايز دي يبقى هنا مثلا، ودي يبقى مثلا بس على الازرق، وهنا لبني شوية، تبقى حاجة كده. دي الألوان بتاعتي. ماشي، بعد كده هرجع دي سكرين. تعال نشوف هنعمل بيها ايه. هنبتدي نلون الشعر من فوق. مش عارف، هي فكرة جات لي كده، يعني زي ما قلنا بكسر اللون بس، مش أكتر ولا أقل. حاجات خفيفة خالص كده. لا بفكر، حسيت ان انا هبوظها فبلاش. ماشي، بلاش منها خالص. خلينا بس كده نرسم إضاءة على العين. زي ما قلنا كل ما تقرب كل ما تلاقي عندك تفاصيل أكتر عايزة تترسم. احنا ممكن ألسع لسعة هنا، لسعة هنا كده، لسعة هنا، لسعة هنا، لسعة الشعر هنا كده. ممكن نعليه كده، ملهاش لازمة. خلينا نخفف، وأكيد طبعا في هنا إضاءة عايزة تترسم بس. أنا أحس إن الصورة محتاجة لون، فخلينا أفكر كده ممكن أضيف لون إزاي. هل خلينا أعمل دي كده، بعدين دي ابتدي اخد الالوان شوية، متبقاش زرقاء اوي يعني. سكرين، وهنعتبر اكن في اضاءة من فوق.
هل ده شيء ممكن؟ ولا هنبوظها؟ ماشي، هو ده يعني يعتبر ريتاتش، مش هيزعلنا في حاجة، صح؟ ممكن كده كده اهو، أكن في إضاءة تالتة، اللي هو بص لو جينا هنا، مش فاكر، لو جينا هنا اهو ودوست شيفت كليك يمين، اهو دي الصورة بتاعتي عاملة كده. أنا بقى عايز أضيف زي إضاءة كده من الجنب كده، إضاءة كده اللي هو هادي خالص تلون لي التصميم. يا رب ما كنتش ببوظه، بس دي عايز أمسح منها الرموش الغريبة اللي كنت عاملها دي، مش لطيفة. ممكن ندي لسعة هنا كده، ولسعة هنا. كده اهو. بس يا سيدي، اعتقد ان احنا هنكتفي لغاية هنا، بس ثواني، ممكن نعمل حاجة ظريفة. ممكن نعمل كده، ناخد لون احمر شوية كده اهو، حلو اوي. ده الجلو افكت بتاعنا. ممكن نخفف دي كده، بس الابيض نعمل كده، بحس ان انا عايز اعلي شوية. ايوه بالظبط كده، بحيث تبقى ايه منورة شوية يعني، تدينا ايحاء ان إن الصورة حقيقية. يعني هنا لو الخلفية لونها آه غامق كان هيبان الكلام ده. وبس كده. خلينا بقى نشوف قبل وبعد. هنا الإضاءة الثانوية اللي ضفناها، وهنا قبل وبعد، قبل وبعد. طيب خلينا بقى نجيب بقى الصورة الأصلية بقى.
يعني خلينا نحس ان احنا عملنا حاجة. فين؟ اه اهي. اهو. قبل. بعد. قبل. بس كده، فأتمنى إن أنا أكون فدتكم. أتمنى يعني أنا شخصيا استفدت، ويعني أول مرة أستخدم الأداة بتفاصيل دقيقة كده. فأتمنى أكون فدتكم، يا رب يا رب يا رب يعني، لأن ده أكيد طبعا هدفي وده هدف القناة. فيا ريت ما تنساش تعمل لي فولو، سبسكرايب، لايك، يعني اديني كومنت جميل كده وقول لي انت استفدت ايه، وهل هتقدر توصل لنفس النتيجة دي لو عملت اللي انا قلته لك، ولا انا مدرس فاشل. عرفني في الكومنت، ما تقلقش. السلام عليكم.